as we have two articles, indefinite article and definite article. وكمان امتى ما نستخدمش articles خالص. لو مهتم بالفيديو ورقة وقلم وتعالى. أول حاجة a and an دول اسمهم indefinite article، يعني أداة غير معرفة أو يعني أداة نكرة. قبل ما أقول لك إمتى بستخدم ال indefinite article، أنا عارفة إنك هتقول لي أنا عارف لو vowel هستخدم an، ولو مش vowel يعني consonant letters هستخدم a. أنت صح، برافو عليك. بس أنا هنا مش بتكلم عن ال letters، قاعدة مهمة جدا جدا، حتى التيتشرز نفسهم ممكن يكونوا مش عارفينها وبيغلطوا فيها ساعات. ان القاعده دي بتعتمد على sounds of the letters not the letters. بمعنى ايه؟ بمعنى عندي كلمه زي دي مثلا hour بتبدا بletter h، بس the first sound is ow، فمش هستخدم a hour، هقول an hour، مش هقول a hour. حاجه تانية مثلا university الجامعه، اول letter هتقول لي the letter u واليو vowel، على طول هستخدم an. لا، ليه؟ عشان خاطر اليو هنا مش بتتنطق which is the vowel، لكن بنطقها يا university يا sound. عشان كده هستخدم a university اوكي؟ دي أول حاجة لازم تبقى عارفها. طيب يا مسز رشا، امتى هستخدم ال indefinite article؟ هستخدمها لما تكون حاجة نكرة مش مميزة بالنسبة لي. يعني first mention، ماشي في الشارع وشفت كلب، فبقول ايه؟ while I was walking in the street I saw a dog. شفت كلب وانا ماشي في الشارع. هو كلب معين يعني ولا كلب وخلاص؟ لا، هو كلب وخلاص بصراحة، مش مميز يعني، فخلاص هقول a dog، حاجة مش مميزة. اوكي؟ أول استخدام. طب what's the second؟ The second jobs. My father is an engineer. She's a doctor. يبقى قبل الجوبس لازم استخدم indefinite article a or an. 3 لما بوصف حاجة، أما بوصف noun واستخدم قبليه adjective. خلينا نشوف مثلا wow that's a beautiful dress. بس هنا استخدمت ايه؟ indefinite article. ليه؟ قبل الادجكتيف. بدل بوصف noun يبقى لازم استخدم indefinite article. وخدها قاعدة أي singular countable noun، أي اسم مفرد معدود لازم استخدم قبليه indefinite article في اللغة كلها. ما ينفعش استخدم الناون كده من غير indefinite article. لو الناون معدود اوكي، يعني حاجة أنا بعدها like a door like a fan like a window، كل دي حاجات معدودة فما ينفعش أسيبها كده، لازم استخدم قبليها indefinite article. Now let's move to definite article which is that. ده actually استخداماتها كتيرة جدا، هقول لك النهارده أكتر استخدامات وأهمها. Second mention، فاكر الجملة دي اللي أنا لسه قايلها لك من شوية؟ While I was walking in the street I saw a dog. صح؟ ده نكرة، ليه؟ علشان هو شفت الدوج وخلاص. عارف لو هوصف لك الدوج ده مثلا وهذكره لتاني مرة هستخدم ذا. كمل كده. The dog was brown. هنا انا وصفت لك الدوج، ميزتهولك، عرفتهولك، لان اول مره هو كان اي دوج، بس بعد كده انا وصفتهولك بعد كده هو second mention. 2 specific things، حاجه محدده. زي ايه مثلا؟ the kid is playing in the playground. الولد بيلعب في الحديقه. اي ولد، الولد اللي انا عارفاه، اللي انا ذاكراه، اللي انا مشاوره عليه، او الولد المحدد. هو مش اي ولد وخلاص، لا، ده ولد انا عارفاه ومحدداه. يبقى لو بذكر حاجة محددة I use that. Third the only one thing، حاجة وحيدة من نوعها. زي ايه مثلا؟ the moon the sky the sun، كل دي حاجات واحدة من نوعها بستخدم معاها that. ايه تاني؟ musical instruments، الأدوات الموسيقية بستخدم معاها that. يعني مثلا I play the piano I play the violin. الأدوات الموسيقية برضو بستخدم معاها that. في حاجة في الجرامر قاعدة اسمها superlative، زي مثلا ايه؟ the best student the biggest animal، أو مثلا the shortest kid. برضو بستخدم ده. ايه تاني بستخدم مع ده؟ common places، زي مثلا the park I go to the park every day. لكن لو هي أي park مش هقول I go to a park every day. okay.
places I use that. Okay? Or I want to go to the cinema. A common place. كده خلصنا that. امتى بقى ما بستخدمش articles خالص، اي اداة. وقبل ما ندخل على الثيرد بارت ما تنساش لو مش مشترك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واكيد اللايك والسبسكرايب. خلينا نخش على الثيرد بارت which is no article. First, general meaning. الحاجات العامة زي مثلا ايه؟ Pandas live in China. ما اقولش the pandas ليه؟ هي حاجة general وبتبقى plural، خلي بالك مش singular، plural بتبقى جمع مش مفرد. plural, okay? Pandas live in China. دي حاجة عامة، okay? طب ايه تاني؟ حاجة general. مثلا واحد كده كبير في السن معجوز فيقول لك I don't like children. انا ما بحبش الأطفال. ما اقولش بقى that children. هنا المعنى اختلف تماما. لأن أنا لو قلت that children يبقى ده أنا محدد ال children. لكن هو مش بيحب الأطفال في العموم، هو مش بيحبهم. يبقى هنا ما استخدمش أداة because it's a general meaning. month. ما ينفعش أقول the March, the July. ما ينفعش. يبقى for month I don't use any articles. ما بستخدمش أي أدوات قبل المونث. before days of the week برضو ما بستخدمش. ما ينفعش أقول the Saturday. okay? I say Saturday or Saturdays بس ما بستخدمش the ولا a or an. okay? طيب إيه كمان؟ before meals. دايما بسمعها كتير قوي في الكورسز. بيقولوا إيه؟ بيقولوا the lunch. لا. يبقى before the meals I don't mention any articles. okay? I have lunch at 1 o'clock. I have lunch every day at 1 o'clock. يبقى هنا ما اقولش the lunch but I say I have lunch. The word TV ما بقولش the TV but I say TV. okay? Without saying the or a or an. okay? Languages ما بستخدمش قبليها a or the or that. okay? For example, Spanish is very easy or studying English is very interesting. ما ينفعش اقول studying the English. okay? So before languages I don't say any articles. اوكي؟ دي كانت نهاية حلقتنا النهارده. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. Goodbye.